وأخيراً بيسان إسماعيل وشيرين بيوتي طلعوا وحكوا عن اللي صار بحفل الجوي أووردز بعد كل الجدل والضجة اللي صارت على السوشيال ميديا عن موضوع الظلم. بيسان عبرت عن سعادتها وقالت بكل صراحة إنه كانت بتحس حالها بتستاهل الجائزة مو من فراغ، بل بسبب التعب الكبير اللي حطته من وهي صغيرة. هالسنة تحديداً كانت من أقوى سنواتها، سواء من ناحية المشاهدات العالية أو النجاحات اللي حققتها أو الأغاني اللي انتشرت بشكل واسع وكسرت الدنيا، والكل كان شاهد على هالإنجازات الواضحة. أما شيرين بيوتي فكان موقفها هادي وراقي مثل العادة، وقالت إنها كانت مبسوطة وفرحانة للفائزة من قلبها وما عندها أي زعل، واعتبرت إنه كل تجربة هي درس ودافع لتقدم الأحسن بالمستقبل. وأضافت إن شاء الله السنة الجاية بتشتغل أكتر وبتقدم محتوى أقوى وبتكون من الفائزين. ورغم هالكلام الإيجابي من الطرفين، المتابعين ما سكتوا وصارت ضجة كبيرة، وكتير منهم عبروا عن رأيهم وقالوا إنه اللي صار كان ظلم واضح، خصوصي بظل الإنجازات والتعب اللي شافوه طول السنة. وبرأيكم الجوائز فعلاً بتقيس تعب الشخص خلال السنة، ولا أحياناً بتكون النتائج غير متوقعة؟